السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانت طيبين. كل اللي هيتفرج معايا على الفيديو النهاردة يصلي على النبي لغاية اخر الفيديو. نفضلوا نصلوا كده على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا بقى المفارش القمر دي، بصوا المفارش القمر دي طالعة في كل حتة، تمام؟ بس هتلاقي فيها خامات متفاوتة، فخلي بالك جدا وانتي بتشتري من الخامات. طبعا انتوا عارفيني انا بجيب لكم احسن حاجة، وكمان عاملة عليها عروض حلوة قوي قوي، عشان عرايس كتير يقولوا لي يا طنط احنا محتاسين في المفارش، خلصنا كل حاجة وبيجوا يعيني العروسة بتبقى محتارة في المفارش، في الاخر بتبقى نسياها وبتيجي في الاخر يعني اساسا مش عاملة لها ميزانية. انا عامله لك عليها عروض حلوه جدا جدا، وجايبه لك الخامه الاصليه، الخامه النظيفه، تمام؟ الحاجه ممكن تغسليها في الغساله ما يجرالهاش اي حاجه. طيب دي في منها ايه؟ في منها السفره، في منها الرنر، وفي منها المربع، وفي منه الثلاث قطع، وكله عليه عروض وخصومات حلوه جدا جدا. كمان في ستات بيوت شاطره بيجوا في الصيف كده يحوشوا الحاجات، وفرشه رمضان علشان العزومات بتبتدي تحوش الحاجات ديت، عشان ما فيش دلوقتي دروس ولا اي التزامات، وتيجي تعمل مفاجأة كده لزوجها واهل بيتها، وان هي تطلع بقى الحاجات دي في رمضان وتفرشها في تنفيذة رمضان. كل سنة وانتم طيبين كده، ان شاء الله ربنا يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب. فبتشيل من عليها، بتشيل من عليها، تمام؟ في منه ايه يا ام جمانة؟ في منه كل المقاسات، كل المقاسات عليه خصومات، ما تشيلوش هم حاجه بالنسبه للعرايس. وطبعا في دعم للعرايس الايتام والمعشات واللي مامتها وباباها متطلقين، ليها دعم فوق الخصم اللي هو معمول لكل الناس، تمام؟ وفي كل الشغل دوت بكل المقاسات، واسباني مش تركي، مش زي الشغل اللي بره خالص، ولا بقى تغسليه الظهر يتفرفت ولا الكلام ده. بجد بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الحاجة جميلة جدا. وطبعا انتوا عارفين ان الوان التركي الاسباني، الوان الاسباني بيختلف خالص، وفعلا بتبقى الالوان زاهية كده مش باهتة، ما شاء الله تبارك الله. حتى الاسود لو غسلتي بكلور او اي لون، يعني مثلا عندك الاسود في الرصاصي دوت ما بيبهتش مهما تدعكي ومهما يعني يتعاملي معاه كانك بتغسلي سجاده، احسن من السجاد كمان. المستورد يا جماعه غير، يعني اتعاملي معاه، عايزه تدعكي بفرشه، عايزه تحطي في غساله لو غسالتك ما شاء الله كبيره، اتعاملي معاه زي ما انت عايزه كانك بتتعاملي مع سجاده، في كل الالوان وفي كل المقاسات. وبنعمله كمان مقاسات خاصه للحتت، مثلا لو عندك حته ما بين الدولاب والسرير وحاسه ان هي صغيره جدا، بالمقاس بتبعتيلي على الواتس وبعمل لك المقاس الخاص، بعمل لك المقاس الخاص. العتبات في منها حاجات اطفال، وفي حاجات للمطبخ، وفي حاجات للاوض، وتلاقي كل الالوان المتاحه للناس اللي بتحب يبقى لازم في عتبه قدام اوضه النوم. بصوا بقى الحاجات اللي هي شغل الاطفال، تحسيه السفن دي واحلى من السفن دي. الناس بقى اللي تقول لك انا عايز السفن دي، هو السفن دي اساسا لسه ما نزلش المستورد، وانا ما بجيبش غير المستورد، تمام؟ فانا هجيب المستورد، بس الشغل ما بيختلفش يا جماعه كتير قوي، لان انا لازم اجيب الحاجات ترند ولازم لا، يعني خليكي برضو في الحاجات الرقيقه والحاجات السيمبل. السفن دي مش هيمشي مع الناس اللي بتحب الحاجه السيمبل، يعني انا من رايي، يعني اللي انا شفته انا شفتها على الصور، طبعا انا بتجيلنا الحاجات من اسبانيا والتوكيلات بتبعت لنا الورده البارزه قوي اللي هي مفرقعه قوي مطرقعه قوي، فهي برضو السفن دي عايز الناس اللي بتحب الحاجات المودرن قوي والحاجات المطرقعه قوي، يعني مش كل الاذواق اللي هتعجب بالسفن دي، عشان برضو نبقوا على نور. بس هو جايلي كمان اسبوع ان شاء الله باذن الله، وهنزل لكم الصور وهنزل لكم فيديوهات على الطبيعه، عشان بحس برضو ان الصور الناس بتقلق منها بسبب ان ربنا يهديهم، في ناس كتير كانت. ده المقاس ده جميل قوي اللي هو 60 في متر 80، ده لغرف النوم. في حتت كده بتبقى عندنا في الشقه، يعني ايه، تحسيها صغيره، تحسيها صغيره وتحسيها
ملهاش مقاس. بصوا دي مقاس المطابخ اللي هي الصغيره او الضيقه. في ناس ما بتحبش تغطي السيراميك المطبخ كله، بتحب الحته بس اللي هي بتقف عليها عند البوتاجاز والحوض. المقاس ده جميل جدا جدا جدا. اللي انا عايزه اقوله لكم، احنا فين بقى لو في ناس، بس يا ريت بقى ما نكونوش بطلنا صلاه على النبي. انا قلت طول الفيديو صلوا على النبي، بس دي كلاسيك كده يتدفع الاوضه نوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد يستحق مننا ان احنا نفضل نصلوا عليه، لان هو الوحيد اللي يوم القيامه هيبقى شايل همك، لا امك ولا ابوكي ولا اخوكي ولا زوجك ولا ابنك. فمفروض طول اليوم يعني ما نبطلوش صلاة على النبي، لان هو الوحيد اللي كله هيقول يلا نفسي يلا نفسي، الا سيدنا محمد اللي هيقول امتي امتي. فما تبطلوش صلاة على النبي يا جماعة. واللي عنده يعني نفسه في حاجة نفسها يعني تتحقق، صلي على النبي بنية تحقيق الحاجة دي، هتشوفي فرج الله فيها قريب يعني. الناس اللي اول مره بتتفرج علينا، اولا اعملي متابعه عشان تشوفي كل العروض وكل الخصومات، لان كمان عاملين على اطقم الملايات خصومات رهيبه. الناس اللي بتشور وشايله هم الشوار، اولا نتقي الله في الشوار، بلاش الاعداد الغريبه دي اللي احنا كنا بنجيبوها. وعايزه اقول لك في الشوار اتقي الله في الاعداد، هاتي حاجه نضيفه واتقي الله. هيبقى في ايه يا ام جمانه في حاجه الشوار؟ هيبقى في خصم 200 جنيه على اي طقم ملايه، و100 جنيه على اي طقم فوط. وفي براندات زي البراند ده اللي هو المنير بالقطعه، يعني ممكن تاخدي الفوطه بالقطعه للناس اللي هي بصوا يعني بصوا الجمال ده، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بصوا الحاجه يا جماعه، بصوا يعني هي كمان مظلومه في الكاميرا. انا قلت لكم الكاميرا بتاعتي كمان بحسها بتظلم الحاجه، لان ما بتبقاش والله زي على الحقيقه بتبقى روعه. حاجه زي كده عامله 1050، لا هتشيلي 200 جنيه هتبقى ب 850. وكمان في دعم عليها للايتام والمعاشات غير الخصم. جبير، وفي عندي حاجات جبير بادئه من اول 400، بدل 650 بقت ب 450، بدل 650 بقت 450. وفيها جبير يا مجمانه، ايوه وفيها جبير. ففي حاجات يعني جميله جدا، واسعارها ما تقلقوش رخيصه، ما تقلقوش من الاسعار. وواحده واحده لو في بنوته بتشتغل وبتحب تساعد اهلها بان هي تشيل هم مشوارها من عليهم، تعالي وكل شهر ان شاء الله تجيبي قطعه وانا معاكي. وفي نظام حجز، وممكن القطعه دي كمان من قبضين تدفعيهم. هتلاقي نفسك من كل قبض بتجيبي حاجه، هتلاقي نفسك على مدار سنه ممكن تكوني تبقي خلصتي المفروشات اساسا وشلتي همها من على والدتك. بدل ما بتجيبي اندومي، وبدل ما تجيبي شيبسي، وبدل ما تجيبي الحاجات دي، حوشي اعملي كده حصاله. لو حطيتي 10 جنيه كل يوم وبقوا 300 جنيه في الشهر، هتعرفي تيجي تشيلي لنفسك حاجه. اسالكم الدعاء وتعالوا واحده واحده وكلموني على الواتساب، واعملوا متابعه للصفحه او على قناه اليوتيوب، او اذا كنتي بتشوفيني على التيك توك اعملي على التيك توك. احنا عندنا تيك توك وفيس وطبعا الواتس، وعندنا قناه على يوتيوب. الحاجه اللي انت بتحبيها وسهله عليكي وبتحبي تتفرجي عليها اشتركي. واساليني في الكومنتات على اللينكات الحاجات التانية. لو عايزه لينكات الحاجات التانية هبعتلك اللينك. وكل سنه وانتم طيبين. احنا فين؟ احنا في اسكندريه، بس في شحن لجميع المحافظات لغايه مطروح. تمام، كل سنه وانتم طيبين، واسالكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.